مروان مؤمن. تمام. طيب رأيك كيف في المنتخب امبارح وتأهله لدور ال16 بسبب موزمبيق؟ المنتخب بصراحة كان بيعاني، بس كان في روح وكان في أداء. طبعا المشاكل زي ما هي برضو في الدفاع. حجازي مش مركز خالص ولا عبد المنعم، بس طالما ما فيش النني بصراحة الدنيا كانت مرتاحة في خط الوسط. مروان عطية عامل ماتش ممتاز وهو إمام عاشور. في طبعا أكيد في غلطات وبتاع، والتهاون اللي حصل امبارح المفروض ما ينفعش، وان احنا برضو في كان تأهل في حظ، لان احنا في الاخر تعادلنا برضو، والفرقه اللي قدامنا يوم محتاجه تجيب جون جابت الجون اللي هو الثاني. ما شاء الله عليك، انت متابع بقى. ما هو كان ماتش يعني برضو ده منتخب، وممكن اصابه صلاح خلتنا نرجع شغف تاني. مش هنتكلم صلاح هو عمل كده ليه وبتاع، برضو حريه شخصيه، بس انا شايف ان هو المنتخب مش ناقص لعيبه. عندك تغيرات اللي تحصل، تحب يعني مثلا مين يتغير؟ انا شايف ان هي التشكيله بتاعت اخر مره كانت كويسه بطريقه حلوه. تعرف عليك احمد ولي. يا احمد، ايه رايك في اداء المنتخب امبارح؟ والله يعني هو كان عامه يعني كان كويس بالنسبه، احنا تأهلنا ممكن تكون بالحظ شويه، بس يعني عامه ممكن موزمبيق اللي اهلتنا بالتعادل موزمبيق بغانا في الثلاث دقائق دول جابوا جونين، يعني هي لولا ستر ربنا. اخر دقيقه جاب لاعب موزمبيق الجون وسببه تاهلنا بالظبط. يعني احنا عملنا يعني قصاد فريق او منتخب زي كده كان قوي الصراحه، احنا عملنا مباراه حلوه. الله لا هذا ما تكتب. انت شايف ان المنتخب الفتره الجايه التغييرات دي تفيده؟ فادوا طبعا. هو يعني ممكن يعني زي التغييرات اخر مره كويسه، بس مش ممكن كل التغييرات تظبط يعني، بس هو اخر التغييرات كان كويس. يعني احنا لغايه دلوقتي كله تعادلات ما حققناش اي فوز. بقول احنا في دور ال16 هنقابله عتاولة القاره، فالمنتخب بقى الفتره الجايه رايك ان السبب نبدل التغييرات وننزل تريزيجيه اساسي من اول الماتش؟ بالظبط، ان هو تريزيجيه لما نزل جاب جون وعمل اسيست هو حلو، بس انت المفروض انت دلوقتي تلعب في زي اللي هو دور 16، فانت المفروض لما تاخد خطوه تاخدها بكل تركيز، مش زي مثلا الماتش امبارح جون هنا وجون هناك، جون هنا وجون هناك، وكنا على اعصابنا بقى، ونزل تريزيجيه وجاب الجون بقى. يعني هو انا شايف ان تريزيجيه حلو يعني يلعب اساسي، يعني هو لاعب يفيد المنتخب وروحه على المنتخب وكل حاجه. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. صلاح كده اتصاب وخلاص. خلاص يعني هو مش عارف، هو صلاح ممكن ما يكونش زي زمان، بس يعني احنا ورا منتخبنا ان شاء الله باذن الله. محمود. تمام. طب رأيك كيف في المنتخب امبارح وتأهله لدور ال16 بسبب موزمبيق؟ والله هو حظ، يعني حظ، تأهل بحظ كده، نصيب من عند ربنا، بس المنتخب ما لعبش كويس امبارح في الشوط الثاني. انت بتتكلم جد؟ ما كانش فيه أداء. هو بس بعد ما نزل تريزيجيه هو اللي شغل اللعيبه، هو اللي خلى اللعيبه تتحرك، وما كانش فيه اثر لصلاح، يعني ما كانش فيه اثر غيابه، يعني المنتخب ما تاثرش بغيابه. بالنسبه للتعادلات دي اللي عمال يجيب فيها كل ماتش؟ لا التعادلات عادي يعني، هي بتحصل، بس قدر الله ما شاء فعل، يعني ان شاء الله بس نعمل اداء كويس في الدور 16 ونوصل النهائي وناخد البطوله. تعرف عليك اسلام مهرواني. اسلام، ايه رايك في منتخب مصر امبارح بقى وتاهلنا بقى لدور ال16؟ والله العظيم اقسم بالله يعني المفروض الاداء يبقى مشرف اكتر من كده. انت واخد 7 بطولات، اكتر منتخب في افريقيا واخد بطولات، يعني العب باسم ال7 بطولات اللي انت معاك. وصل لك؟ انت دلوقتي فريق عندك خط نص زي العسل وهجوم زي العسل، المشكله في الدفاع بس. حجازي ساعات بتهرب منه بعد ساعات زي كده، وعبد المنعم برضه. المفروض الرجاله يستحمل المسؤوليه اكتر من كده. انت امبارح فزت، كانت الدقيقه 94 وجبت الهدف في الفوز، وفي الاخر سبب تاهلنا بقى لاعب موزمبيق في الدقيقه الاخيره جاب جون وتاهلنا. ايوه تاهلنا، ده ستر من عند الله، يعني ربنا عالم بينا. احنا عايزين نفرح، لنا كتير ما فرحناش. اخر بطوله وصلنا لها 2017. شايف في دور ال16 بقى منتخب مصر هيتغير بقى؟ احنا قد المسؤوليه، احنا بنيجي نعمل حاجه ان شاء الله باذن الله. احنا بنيجي في الماتشات المهمه اللي زي كده وبنلعب صراحه، يعني
يعني الماتشات اللي هي التأهل اللي هي التصفيات وكده دي بتبقى حاجات تعبانة وكده. أول ما بنخش في الدور الصعب بنشيل مسؤولية أول ما بنخش الدور الصعب يعني بنخش في حال مرحلة صعبة بنشيل مسؤولية صراحة. الرجالة قديها. تريزيجيه ايه رايك في الماتش محمد فيه؟ تريزيجيه المفروض ما يقعدش على الدكة والله العظيم. من أول مباراة المفروض يبدأ يعني محمد تريزيجيه. يبدا بيه بقى اساس في دور ال 16 بالظبط. تبدا على طول بتريزيجيه على طول. ما تريزيجيه ما يقعدش تاني صراحه. ولا عمر مرموش على كيفك والله مصطفى محمد. بس هم عايزين تشجيع اكتر من المدرب. خش العب. برضو فتوح ما كانش في حالته امبارح. مصطفى فتحي برضو يلعب اساسي لعيب حلو. زيزو والله الرجاله كلهم قد المسؤوليه اقسم بالله. ماذا أقول وأي شيء يقال وأي شيء يقال بعد كل ما قيل. وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك. ان شاء الله احنا ورا منتخبنا وان شاء الله هنعمل حاجه في دور ال 16 باذن الله. باذن الله هناخد البطوله باذن الله. مفيش حاجه بعيده عن ربنا والله العظيم. ما في حاجه بعيده عن ربنا اقسم بالله. احنا اي منتخب في افريقيا في ايام الجيل الذهبي كان ينزل يترعب من منتخب مصر. منتخب مصر اكبر منتخب يا جدعان في افريقيا. لا تخلينا عيط يا جدعان يلا الحمد لله.